ترتيبات موسم الحج لهذا العام. إلى التفاصيل وتقرير مندوبنا عبد الله الشرع. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. أكد الدكتور عبد السلام العبادي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أكد حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، مستفيدة من الأسلوب العلمي الذي تنتهجه الوزارة في تقييم إدائها، والذي يرتكز على متابعة ومعالجة الوقائع والاقتراحات خلال الموسم، ومحسنة للإداء في بعض الخدمات مع مراعاة إمكانات المواطنين. تم إجراء المحادثات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الصدد، وتم إصدار التعليمات الخاصة بتنظيم موسم حج 1420 من قبل مجلس الأوقاف، وغطت هذه الإجراءات ما يتعلق بالتسجيل النهائي للحجاج، وما يتعلق بالمبالغ التي يلزم دفعها لمقابل الخدمات التي ستقدم سكنا ونقلا وأي خدمات أخرى مطلوبة ضمن فئات متعددة. وفتحنا باب التسجيل اعتبارا من يوم بعد غد يوم الثلاثاء، ويستمر التسجيل حتى 15 من شهر شوال 22 من الشهر الأول من هذا العام. ونأمل حقيقة أنه ننتهي من الترتيبات النهائية لتسجيل الحجاج، لتتم بعد ذلك عمليات التفويج وعمليات التحديد التفصيلي لكل ما يتعلق بالموسم إن شاء الله على خير. وزارة الأوقاف بدورها اعتمدت نسبة محددة من العدد المقرر للمملكة للفئتين الأولى والثانية، بهدف إفساح المجال للراغبين بخدمات تتناسب وقدراتهم المالية للوصول إلى أفضل ما يمكن من خدمات. كما تضمنت التعليمات الجديدة إجراءات لتسجيل الحجاج ونقلهم بوسائل نقل حديثة ومريحة، وإسكانهم بمواصفات اعتمدت 3 فئات: متميزة وجيدة وعادية، بالإضافة إلى واجبات المتعهدين والحجاج لتيسير هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. يذكر أن التكاليف المترتبة على الحاج لهذا الموسم هي التكاليف نفسها في العام الماضي، وأن التسجيل المبدئي الذي تم قبل شهرين هو المعتمد، حيث تم تخزينه في أجهزة الحاسب الآلي، ولا يتم قبول أسماء جديدة إلا في حالات خاصة. لا شريك لك لبيك.